السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الشاورما السوري. عايزة اقول لكم بتنافسوا بيها المحلات السوري في الطعم وفي الريحة وفي كل حاجة. طبعا في فرق كبير بين الشاورما الشرقي والشاورما السوري، زي الفرق بين البيتزا الشرقي والبيتزا الايطالي. هنعملها بالظبط زي المحلات. انا راضية جدا عن الطريقة دي لان ولادي لما دقوها قالوا لي احلى من بتاعة المحلات اللي بناكلها بره. يعني ما قالوش زيها بالظبط، قالوا لي لا احلى بكتير منها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفة النهاردة. أول حاجة أنا هعمل معاكم الشاورما بطريقتين، تتبيلة واحدة بس هنعملها بطريقتين. الطريقة العادية للشرايح الرفيعة اللي احنا بنستخدمها، وفي طريقة تانية هقول لكم عليها. أول حاجة هنجهز التتبيلة. معايا نص كوباية من الزبادي، ومعلقة كبيرة من الصلصة، ومعلقة كبيرة من الثوم المطحون، ثوم مهروس ناعم جدا، وربع كوباية من عصير الليمون، وربع كوباية ومعلقة كبيرة من الخل، وربع كوباية من زيت الزيتون أو زيت الذرة أو زيت دوار الشمس. البهارات اللي هنستخدمها: كمون وفلفل أسود وجنزبيل وبابريكا وملح وقرفة وقرنفل مطحون مهم جدا وحبهان مطحون وبرش ليمون وبرش برتقال. دول مهمين جدا، بالذات القرنفل هو اللي هيدينا الطعم السوري اللي احنا بندوقه. وربع كوباية من عصير البرتقال. بعد كده دي الطريقة اللي احنا بنتبل بيها الشاورما بتاعتنا. بنقطعها كده شرايح رفيعة، وبنبدأ ناخد، انا هقسم التتبيلة لجزئين لان انا زي ما قلت لكم في الفيديو هعمل طريقتين للشاورما. دي الطريقة المعتادة بالشرايح الفيليه اللي احنا بنستخدمها. هنا دي الطريقة التانية بجد خطيرة جدا وطعمها حلو جدا. دي فرخة كاملة، بس احنا بنطلب من بتاع الفراخ ان هو يخليها لنا. هيعملها لنا زي المنديل كده، زي الفراخ اللي هي بتبقى مسحب من غير عظم خالص. وهنستخدم التتبيلة اللي احنا حضرناها مع بعض، وهنتبل بيها الفرخة، وهنسيبها ليلة كاملة في التلاجة او 4 ساعات. بعد كده هجيب الورق الفايل وهحط فوقيه اللي هو الكليننج فيل ده، البلاستيك، الكيس البلاستيك. هنبدأ بقى نلف الفرخة رول كده زي ما انتم شايفين. عايزة اقول لكم ان الشاورما بالفرخة الكاملة مختلفة جدا عن الشرايح الفيليه. بالرغم ان التتبيلة واحدة، بس دي بيطلع طعمها خيالي، لان فيها الصدور والوراك وكمان الجلد اللي بيخلي الشاورما بتاعتك تطلع طرية جدا وجوسي وفيها عصارة كده. مش قادرة اقولك بجد طعمها حلو قد ايه، لانها نفس فكرة السيخ بالظبط اللي بيعملوه في المحلات بتاعة الشاورما. هما بيستخدموا صدور وبيحطوا ما بينها كمية من الدهون والجلد بتاع الفراخ عشان الشاورما تطلع طرية معاهم وجوسي. اهم حاجة نقفلها كده بالنايلون كويس عشان ما تبقاش الفراخ ملامسة للفويل، ونقفلها بإحكام كده ونلف الرول كويس. ممكن نلفها كمان بورقتين من الفويل عشان هقولك طريقة تسويتها ازاي. ونضغط كده الفويل من الجناب ونقفله كويس. هنسويها بقى ازاي؟ هحطها في صينية، وهحط حوالي كوباية من المية المغلية، وانا هضيف معلقة من الخل عشان الألمونيوم ما يغمقش معانا لما يدخل الفرن. حابة تسويها على البوتاجاز هتغطي الصينية بورق فويل، هتاخد حوالي ساعة على النار. انا سويتها في الفرن، اخدت معايا ساعة بالظبط. بعد كده شلت الفايل من عليها ودخلتها تحت الشواية ربع ساعة عشان تاخد اللون الذهبي اللي انتم شايفينه ده. الطعم والريحة حكاية مختلفة نهائيا عن الشرايح الفيليه اللي بنعملها شاورما. هنسيبها لحد ما تبرد عشان المادة الجيلاتينية اللي في الفراخ تتماسك، وهنبدأ نقطعها. ممكن كمان ندخلها التلاجة، هتتقطع معانا شرايح رفيعة خالص. وهنبدأ بقى نعمل بيها السندوتشات، ونستخدم بقى مع السندوتشات التومية والبطاطس المحمرة والخيار المخلل. انا كنت عاملة التومية معاكم في القناة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وكمان ممكن نقدمها جنب الفتة السوري، بتبقى حلوة جدا. عايزة اقول لكم كل اللي شافها او دقها قال لي عليها عاملة زي الرومي بالظبط. طعمها حلو جدا ولونها ابيض جدا. طريقة الفرخة الكاملة مناسبة جدا للسيدات اللي بتشتغل. ممكن تعمل اكتر من فرخة وتسويها وتشيلها في الفريزر، وقت ما تحتاجها تطلعها وتبدأ تستخدمها. هنا السندوتشات حطيتها في القلاية الهوائية ودهنتها بالزيت لحد ما اخدت لون ذهبي كده واتحمصت. تقدموها بقى جنب الكولوسلو والبطاطس.
طبعا الشرايح الفيليه اللي عملناها مع بعض هتشوحوها عادي في الطاسة. بس انا حبيت اوريكم فكرة الفرخة الكاملة، حلوة ولازم تجربوها.